هل صحيح ان مصر هتبيع قناة السويس؟ طيب هل صحيح ان صندوق النقد اشترط بيع اصول تابعة للدولة عشان يوافق على القرض؟ انا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. كل دي أسئلة أثيرت خلال الأيام اللي فاتت، خصوصا بعد موافقة مجلس النواب على موضوع صندوق قناة السويس. طيب هي إيه الحكاية بقى؟ اوعدني تكمل الفيديو للآخر وبتركيز علشان الموضوع كبير شوية. في البداية احنا محتاجين نفرق بين حاجتين، قناة السويس نفسها كممر ملاحي دولي، ودي بالمناسبة محمية بالدستور ومحدش يقدر يقرب منها، والتانية هيئة قناة السويس، ودي علشان أبسطها لك هي عاملة زي الشركة اللي بتديرها، ودي اللي عليها الكلام كله. خلينا نمسك الموضوع من أوله لأن دي مش أول مرة يتم طرحه. في أكتوبر اللي فات مصر عملت مؤتمر اقتصادي كبير ودعت فيه كل خبراء الاقتصاد، وخلال المؤتمر الرئيس اشار لموضوع تحويل ايرادات الهيئات الاقتصاديه ومنها هيئه قناه السويس لوزاره الماليه ما كانش مسار ناجح، وهيئه كبيره زي دي مش منطقي تكون مش محتفظه بجزء من ايراداتها علشان تدير نفسها بحريه، وكمان تنفذ مشروعات استثماريه تحقق ايرادات اسرع واكتر. ومش بس كده، ده كمان عشان تقدر تستخدم كل مواردها بشكل استثماري سليم. ومن هنا بقى جت فكره صندوق قناه السويس. طيب هو ايه وبيعمل ايه وليه دلوقتي؟ رئيس هيئه قناه السويس الفريق اسامه ربيع قال ان الهدف من انشاء الصندوق هو، ركز معايا النقطة اللي جاية دي مهمة وفيها الخلاصة وهتريح أعصابك، يزود قدرة الهيئة في تنمية مواردها المختلفة زي الأرصفة والقاطرات وخطط الإنقاذ، بالإضافة لمواجهة الأزمات الطارئة وفتح استثمارات جديدة. الصندوق ينفع يدير أصول تانية غير أصول هيئة قناة السويس، وده برضو علشان يعظم الموارد زي إنتاج الوقود الأخضر وبناء السفن. فكده الصندوق هدفه زي ما قال الفريق أسامة ربيع هو، وركز برضو معايا، زيادة قدرة الهيئة على عمل مشروعات عالمية زي صناعة السفن الضخمة والترسانات وغيرها من المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة. لازم تبقى عارف كويس ان الهيئة قبل الصندوق ده كانت لا تمتلك اي اموال، وده لانها بتبعت كل عوائدها لموازنة الدولة بشكل مباشر. ومهم جدا انك تبقى عارف ان في حاجة اسمها فائض ايرادات القناة. طيب علشان نفهم اكتر تعالى نشوف تقسيم ايرادات الهيئة في 2021 2022 واللي كانت حوالي 72 مليار جنيه. منها فائض ايرادات بقيمة 33 مليار جنيه اتحول للحكومة من هيئة القناة، بالاضافه ل 34 مليار جنيه كانوا ضرائب دخل. هنا في سؤال مهم، هو الصندوق ده تمت الموافقه عليه في الوقت ده بالذات ليه؟ اول واهم حاجه علشان نسرع تحويل القناه لمركز لوجستي عالمي. المركز ده فيه مناطق تصنيع وتجميع للسلع بحيث انها تختصر المسافه من الشرق للغرب. علشان كده جت فكره تاسيس صندوق مستقل تكون له شخصيه اعتباريه واصول وايرادات، وده علشان يكون مسؤول عن الاستثمارات دي وضامن ليها. طيب وهو صندوق هيئه قناه السويس ده هيكون بعيد عن الجهات الرقابيه؟ الكلام اللي جاي تقيل فمعلش ركزوا فيه شويه لانه مهم. الماده 15 مقرر ه او 15 مقرر 5 بتنص على ايه؟ انا هقول لك. بتنص على ان يكون لصندوق هيئه قناه السويس موازنه مستقله يتبع في وضعها واعداد القوائم الماليه ليها معايير المحاسبه المصريه. النظام المحاسبي المصري الموحد فيه اكتر من 5 جهات للرقابه على المال العام. 1. الرقابه الداخليه، ودي بتبقى موجوده جوه كل الجهات الحكوميه. 2. رقابه ما قبل الصرف، ودي بتيجي من وزاره الماليه وبيمثلها مندوب موجود في الجهه. 3. بقى رقابه ما بعد الصرف، ودي بتيجي من الجهاز المركزي للمحاسبات، ودي بيقوم بيها مندوب منه بصفه منتظمه. 4. جهاز الرقابه الاداريه، وده بيختص بالرقابه على المال العام في كل اوجهه وكل مراحل صرفه. 5. النيابه الاداريه، وهي بتراقب على المال العام عند العرض عليها او الاحاله ليها من اي جهه تانية. بيتضاف على كل ده بقى ان الصناديق بتعين مراقبين خصوصيين، وده لمزيد من التدقيق والرقابه. ومن كل ده نستنتج ان الصندوق بيخضع للرقابه زي كل الجهات المصريه. شفت بقى انه بيتراقب عليه من اكتر من جهه؟ في سؤال مهم اتطرح الفتره اللي فاتت، هل الدوله بتفرض ضرائب جديده علشان تعوض العجز اللي ممكن يحصل بسبب انشاء صندوق هيئه قناه السويس؟ بعيدا عن ان فكره الصندوق في الاساس هو اننا نزود الايرادات مش ننقصها، موضوع الضرائب ده نفاه الدكتور فخر الفقي، وهو اللي ما يعرفوش رئيس لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب، واكد ان مفيش اي نيه للبرلمان في الموافقه على فرض اي اعباء ضريبيه اضافيه على الناس في الظروف الحاليه. حاجه مهمه كمان لازم ناكد عليها، لازم تبقى عارف كويس ان الدستور المصري بيحمي قناه السويس. تقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. الدوله المصريه ملزمه وفقا للماده 43 من الدستور بحمايه قناه السويس وتنميتها، وركز في النقطه اللي جايه دي، والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي مملوك ليها. كمان ملتزمه بتنميه قطاع القناه، وده باعتباره مركز اقتصادي متميز، وده اللي تضمنه المشروع. من حق الصندوق في بيع او شراء او استئجار او استغلال اصوله الثابته، ده طبيعي وبيتفق مع طبيعه الصناديق لانها وسيله من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمكن باي شكل سواء مباشر او غير مباشر انه يقرب من القناه، لان لفظ اصول لا يمكن ان ينطبق على القناه نفسها، وده لانها مال عام لا يمكن التفريط فيه. وهنا السؤال الصح هو ليه مصر مش بتستفيد من كل الفرص الموجوده لتنميه موارد قناه السويس؟ سلام.